السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. هذا كتاب الله، هذا الكنز العظيم، هذا المنهج، هذا الوحي، هذا القرآن. الأصمعي له قصة بقولها لكم اسمعوها. الأصمعي يقول: خرجت من مسجد في البصرة في الجامع، يقول: وأنا طالع من المسجد التقيت برجل أعرابي لا يعرفني ولا أعرفه، فسلمت عليه فقال: ممن أنت؟ قلت: أنا رجل من بني أصمع. قال: وأنت الأصمعي؟ قلت: نعم. قال: من أين جئت؟ قال: جئتك من بيت ومكان يتلى فيه كلام الرحمن. فاندهش الأعرابي، قال: أو للرحمن كلام يتلوه بنو آدم البشر؟ قال: نعم. قال: اسمعني. قال: فتلا عليه من سورة الذاريات: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا إلى قوله تعالى آية 22: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: أو قال الله هذا؟ قال: نعم. يقول الأصمعي: فلما سمع الأعرابي الآية طلع السيف من الغمد ونحر بعيره أو ناقته، ثم قطعها أو قطع الناقة وقال: وزعها معي. يقول: وزعنا على كل من مر علينا. يقول: ثم بعد ذلك أخذ سيفه وكسره ودفنه في التراب أكرمكم الله. يقول: ثم مشى وهو يقول: في السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يقول: دارت الأيام فقضى الله من وقت ما أراد حتى قضى من وقت ما أحببت. يقول الأصمعي: يقول: فحججت مع هارون الرشيد إلى مكة. يقول: في الحج. يقول: وبينما أنا أطوف فإذا برجل يناديني: يا أصمعي يا أصمعي. يقول: التفت ليناديني فإذا به صاحب الأعرابي اللي قابلته. قال: اقرأ علي واتلو علي من كلام الرحمن كما تلوت علي من قبل. يقول: فتلوت عليه سورة الذاريات حتى قلت: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: أكمل. وهو يقول: صدقنا الله صدقنا الله، الله صدقنا الله صدقنا. قال: وقرأت الآية التي بعدها. يقول الأصمعي: فتلوت عليه الآية التي بعدها آية 23: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقول: فقال الأعرابي: أغضب الله؟ من الذي يغضب الجليل؟ الله لا يحتاج أن يقسم. الله قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، يكفي، ما يحتاج أن يقول فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذا فهم الأعرابي. يعني لماذا الله يقسم لنا؟ نحن نصدق ربنا من غير قسم. من الذي يغضب الله حتى قال الله هذا التوكيد وهذا القسم؟ هذا معنى كلام الأعرابي. قال: فرددها. يقول الأصمعي: الأعرابي حتى لفظ أنفاسه فمات. هل فهمت القرآن كما فهم هذا الأعرابي؟ هذا كلام الله. إذا أردت أن الله يكلمك اقرأ كلامه، وإذا أردت أن تكلمه ادخل في صلاتك. الله الله بالقرآن، فهو نوركم وحياتكم، فهو عزكم وشرفكم وذكركم وطمأنينة قلوبكم جميعا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يا رب العالمين. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.